وتتنفذ محمد باقر الصدر. أنا عندي غدارة، ضرب تصلية تحقيق وتعذيب الشعب الخامس. كنت استخدم الفلقة علقة بالحائط شوية، ومرات تستخدم وياهم النتل بالكهرباء. تتنفذ هذا الشخص وانا راح انفذ بهذا. بعدين طلع هذا اسمه عبد الوهاب. نزلوا وقوفين لابسين كردي، ضربنا احنا. انا بالنسبه لي الشخص اللي قدامي يعني اصابته. لا تعال يحققون ويا المحمد. قال سيدي شو اسوي احقق وياه؟ اول ما احكي وياه ادع علقه وطلعت عينه. فبلغت ان ياخذ المجموعه وينفذ بهم بالفلوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. وفاء لدماء الشهداء الطاهرة، وإنصافا للضحايا الأبرياء الذين سلبت أرواحهم ظلما وعدوانا على أيدي أزلام النظام البائد، ممن اقترفوا أشنع الجرائم دون وازع ضمير أو قانون. جرائم تمثلت في التعذيب والتشريد والقتل بدم بارد، بما في ذلك تنفيذ أحكام إعدام وحشية بحق رموز عراقية شامخة، ومن أبرزهم آية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته والسادة آل الحكيم وغيرهم من الأبرياء. إن هؤلاء المجرمين الذين استهدفوا المنتمين إلى الأحزاب الإسلامية والحزب الشيوعي والأكراد هم اليوم في قبضة العدالة العراقية. وفي إطار سلسلة عمليات استخبارية دقيقة، تمكن جهاز الأمن الوطني من القبض على 5 من أعتى المجرمين من أتباع النظام البائد، ممن سجلت أيديهم صفحات من الرعب والقتل الجماعي. وقد تمت عملية إلقاء القبض وفقا لأحكام قانون حظر حزب البعث المنحل، وبتنسيق عالي المستوى مع جميع الجهات ذات العلاقة والمؤسسة القضائية. وانطلاقا من مبدأ الشفافية وحق الشعب العراقي وذوي الضحايا في معرفة الحقائق، نعلن عن تفاصيل الجرائم الموثقة بحق هؤلاء المجرمين وكما يلي. أولا، المتهم سعدون صبري جميل القيسي، رتبته لواء في الأمن العام سابقا. أبرز المناصب التي شغلها منذ عام 1977 ولغاية عام 2003: مدير الشعبة الخامسة في الأمن العامة، مدير أمن محافظات البصرة، ميسان والنجف، مدير الأمن الاقتصادي، مدير الشؤون السياسية العامة. أبرز الجرائم من خلال عملية الاستنطاق التي استغرقت أكثر من 50 ساعة، اعترف المتهم صراحة بتنفيذ الإعدام بسلاحه الشخصي بحق السيد الشهيد آية الله العظمى محمد باقر الصدر وشقيقته الشهيدة العلوية بنت الهدى. تنفيذ الإعدامات الجماعية للمعارضين بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية، ومن ضمنها إعدام 80 مواطنا ودفنهم في مقابر جماعية في الفلوجة وجسر ديالى خلال الفترة من عام 1979 إلى عام 1985. إعدام 2 من شباب السادة آل الحكيم، وهم السيد الشهيد عبد الوهاب الحكيم والسيد الشهيد أحمد الحكيم. قتل 12 معارض في أهوار الناصرية. ثانيا، المتهم هيثم عبد العزيز فائق، رتبته عميد في الأمن العام سابقا. أبرز مناصبه من عام 1979 لغاية عام 2003: مدير أمن الدائرة، مدير أمن الشعبة الخامسة، مدير أمن محافظة ذي قار، مدير أمن الشعبة الرابعة المعنية بملف الطلبة.
أبرز الجرائم: الإشراف على عملية إعدام السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته، تنفيذ الإعدام بحق مجموعة من أعضاء حزب الدعوة الإسلامية. ثالثاً، المتهم خير الله حمادي عبد جارو، رتبته لواء في الأمن العام سابقاً. أبرز المناصب التي شغلها منذ عام 1970 لغاية عام 2003: مدير أمن زاخو، مدير أمن الشعبة الثالثة المعنية بملف الأكراد، مدير أمن بلد، مدير أمن الرصافة، مدير أمن الكرخ، رئيس المحكمة الخاصة، مدير الشرطة العامة سابقاً. أبرز الجرائم: قيادة حملات اعتقال وتعذيب بحق أبناء قضاء بلد بذريعة الانتماء السياسي، والمشاركة في عمليات إعدامهم ودفنهم. الإشراف على قمع المواطنين الأكراد الفيليين في بغداد عام 1974. إصدار وتنفيذ قرارات بالتهجير القسري لعوائل المعارضين في بلد إلى نقرة السلمان. التورط في جرائم قطع الأيدي عام 1995 في كركوك. تنفيذ العديد من الاعتقالات والإعدامات بحق المعارضين في بغداد. رابعاً، المتهم شاكر طه يحيى غفوري، رتبته لواء في الأمن العام سابقاً. أبرز المناصب التي شغلها منذ عام 1977 لغاية عام 2003: مدير أمن الدائرة، مدير مكتب وزير الداخلية، مدير أمن محافظات القادسية ودهوك النينوى وبابل، مدير أمن الكرخ، مدير الشعبة الثالثة، المعاون السياسي لمدير الأمن العام. أبرز الجرائم: المشاركة في إعدامات معتقلين أكراد عام 1984 في بغداد، منع إقامة مجالس العزاء على خلفية اغتيال آية الله العظمى السيد الشهيد محمد صادق الصدر، المشاركة في قتل المواطن المعارض سليمان برنجي. خامساً، المتهم نعمة محمد سهيل صالح، رتبته لواء في الأمن العام سابقاً. أبرز المناصب التي شغلها منذ عام 1973 لغاية عام 2003: مدير أمن الشعبة الثالثة، مدير أمن محافظات القادسية وذي قار وواسط والمثنى، مدير أمن الشعبة الرابعة، مدير أمن الكاظمية. أبرز الجرائم: قيادة حملات اعتقال وتعذيب استهدفت أكثر من 40 طالباً جامعياً في السليمانية وجامعات أخرى. التورط في اعتقال 3 معارضين في السليمانية وتسليمهم إلى مدير الشعبة الخامسة في بغداد. الملاحقة المستمرة لأعضاء الأحزاب الإسلامية. وختاماً، يؤكد جهاز الأمن الوطني التزامه الراسخ بحماية أمن العراق ومحاسبة كل من تسول له نفسه خرق القانون أو تهديد السلم المجتمعي، ولن يترك أي مجرم أفلت من العقاب مهما طال الزمن. وإن الجهد الكبير الذي بذله منتسبو الجهاز من جمع وتحليل المعلومات يعكس حرصنا على تحقيق العدالة وفقا للقوانين النافذة، ومن الله التوفيق.